السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. ايه رأيكم يا جماعة النهاردة؟ خلية النحل بطريقة بسيطة وسهلة، تنفع للفطار الصبح، تنفع في اللانش بوكس للولاد. حاجة كده بجد جميلة وسهلة وما خدتش مننا وقت ولا مجهود، وبجد تحفة تحفة. شايفين الجمال والحلاوة؟ اللهم بارك، حاجة بجد خيالية. بصوا قد ايه هشة من جوه، شايفين؟ بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين يا جماعة؟ بصوا كده الشوكولاتة من قلبها من جوه عاملة ازاي، باظت خالص ازاي. شايفين الجمال؟ تعالوا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقة الجميلة لخلية النحل دي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل خلية النحل بالشوكولاته يا جماعه. حابه تحشيها اي حشوه مفيش مشكله، الحشوه اللي تريحك، بس انا عندي الواد بيحب الشوكولاته، فايه هنعمل ايه؟ بحشوه الشوكولاته. حابه انت تحشي بالجبنه بالمربى، الحشوه اللي تعجبك اعمليها. تمام كده. عندي ايه؟ عندي دقيق، طبعا دقيق على حسب ما انت حابه تعملي. حابه تعملي نص كيلو، حابه تعملي كيلو، اللي يريحك. الكميه دي بتاعتك انت. عندي هنا الدقيق، حطيت عليه ذره ملح صغيره، 3 معالق من السكر. تمام. عندي معلقه كبيره كده خميره فوريه. تمام. حط حبه كمان عشان الجو برد عن الاول. زي الفل. يبقى حطينا ايه على الدقيق؟ حطينا 3 معالق من السكر، حطينا ذرة ملح صغيرة، حطينا معلقة ونص خميرة، وهنقلب كل ده ايه في بعضه. تمام كده، تمام وزي الفل. عندي هنا كوباية كده من اللبن الدافي، بسم الله. هبتدي انزل بيها. تمام. وطبعا مش هنسى يا جماعة، انا هعملها بزيت المرة دي. هحط ايه؟ هحط قيمة 3 معالق كده من الزيت. اتنين، قيمة 3 معالق برضو كده من الزيت، كفاية قوي كده. ونبتدي نعجن بمية دافية. طبعا المية يا جماعة على حسب نوع الدقيق ما بياخد. تمام كده. نقلب بقى كل ده ببعضه كده، بسم الله. نجيب بقى المية الدافية، طبعا هعجن بايديا طبعا. هنشيل المعلقة دي خالص ونبتدي نعجن بايدينا عشان نحس بايه، بملمس العجينة واحنا بايه بنعجنها كده. بسم الله. شيل بقى المعلقة دي كده يا حبايبي. بقى العجينه بتاعتنا بعد ما اتعجنت، تمام، هي عجينه طريه، تمام، ملمسها طري جدا، بتلزق بس خفيف مش قوي. تمام اهي. هغطيها بقى واسيبها في مكان ايه دافي تخمر. هنا بقى العجينه بتاعتنا خمرت زي ما انتم شايفين بالشكل ده. تمام. هنبتدي نهبطها ونبتدي ان احنا ايه نكورها. تمام. نعملها كور كده على قد ما احنا عايزين خليه النحل، سواء كانت كبيره او صغيره. هنا بقى زي ما انتم شايفين ابتديت ان انا كورت العجينه بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وحاولت ان انا اخليها ايه كرات متساويه. تمام. هنبتدي نحشيها بقى بسم الله. اخدت كوره بقى من الكور اللي احنا مكورينها بسم الله، وهبتدي ان انا بس ايه افتحها بس فتحه صغيره كده اهي، وابتدي ان انا احط ايه قطعه الشوكولاته زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وابتدي ان انا ايه المها كده. الشوكولاته دي خام يا جماعه، تقدروا تستخدموا اي نوع شوكولاته انتوا حابينها، دي شوكولاته خام اهو. بقفل بقى واكورها تاني. تمام. انا بعتذر يا جماعه عشان انا اللي بصور، مفيش حد من الولاد هنا معايا. تمام. وبقفلها بالشكل ده واحطها في الصينيه. طبعا الصينيه عندي هنا مدهونه بالزيت. تمام. وابتدي اكمل بقيه الايه خليه النحل اهو. نفتح فتحه كده صغيره، فرده صغيره كده، واجيب قطعه شوكولاته بسم الله اهو، وابتدي ان انا ايه اقفل بالشكل ده. اهم حاجه اقفلي كويس اهو، واروح برماها كده اهو بسم الله بالشكل ده. تمام. وابتدي احطها في الصينيه جنب اختها اهي. شايفين الجمال؟
بالشكل اللي انتوا شايفينه معايا ده كده يا حبايبي. خلية النحل بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، زي ما انتوا شايفين الجمال ده. خلصناها خلاص. بسيبها تخمر لتاني مرة بقى، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه. بغطي عليها، حطها في مكان دافي تخمر. هنا بقى صينية خلية النحل يا جماعة، شايفين الجمال اللهم بارك، حاجة كده جميلة جدا. عندي بقى حبة لبن صغيرين خالص كده، ابتدي ان انا ايه ادهن وشها كده باللبن خفيف خفيف كده بالراحة، عشان الخمرة بتاعتنا ما تهبطش مننا. وطبعا بولع الفرن على درجة حرارة 180، وبدخلها وبنشوف الجمال دوت. بعد ما بتطلع بتبقى في منتهى الجمال والطراوة. عايزة اقول لكم بتبقى هشة جدا جدا وحلوة قوي. طيب عايزة اقولك بعد ما بتدهني بقى خلية النحل باللبن كده، لو انت حابة ترشي عليها حبة سمسم، حبة البركة، عايزة تسيبيها سادة كده براحتك اللي يعجبك. هنا بقى هرش رشة خفيفة كده من السمسم يا جماعة، بتخلي منظرها جميل قوي وشكلها حلو. تمام. وهدخلها زي ما قلنا على درجة حرارة 180 درجة. هنشوفها بقى بعد ما تطلع من الفرن شكلها الجميل ده عامل ايه. ودي كده صينية خلية النحل بتاعتنا يا جماعة، بسم الله ما شاء الله طالعة جميلة جدا زي ما انتم شايفين معايا. شايفين قد ايه هشة جدا جدا. بصوا اللهم بارك، حاجة بجد بجد جميلة جدا وسهلة وبسيطة ومخدتش مننا وقت، وتنفع للفطار تنفع للمدارس، حاجة بجد جميلة جدا. شايفة الجمال؟ لو عجبك الفيديو ما تنسينيش طبعا في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.